اليوم غنشارك معكم حلوة من السمن الجميل، كتجي بنينه وهشيشه وكتذوب في الفم، سهله واقتصاديه ودغيا كتوجد. وجدوها العيد ديالكم غتعجب وليداتكم بزاف. تبعوا معايا الفيديو الاخير باش نوريكم المقادير وطريقه التحضير، وما تنساوش من قبل تخليو لي معكم واحد اللايك باش تشجعوني. على بركه الله. انا غادي ندير كل شيء في الهاشوار باش نسهلوا علينا الخدمه. انا ناخذ الهاشوار، غادي ناخذ معاها 250 غرام ديال الزبده. انا هنايا غادي نخلط بين الزبده عاديه نباتيه وبين الزبده سبيسيال. من الاحسن كتعطي مذاق اللي هو زوين. ما كانش عندكم كتخدموا غير بالزبده عاديه. غادي نزيد معاها جوج ديال الكيسان ما عامرينش ديال السكر سنيده. انا هنا ضبلت المقادير وانتم ممكن تنقصوا ديروا غير نصف الكميه. غادي نزيد قبيصه ديال الملحه، كاس ديال الزيت فاني، وغادي نزيد 3 ديال البيضات اللي يكونوا بحراره المطبخ. غادي ندير كلشي في الهاشوار باش كنسهلوا علينا الخدمه. واللي كتعرفوا دابا الزبده كتكون شويه بارده مع الجو بارد كتكون شويه قاصحه، فهكا في الهاشوار دغيا غادي تسطح ليا وكلشي المكونات غينسجموا مع بعضياتهم. ها نتوما كيف كتشوفوا راه كتطحن مزيان المكونات، كلشي كيوليو لينا على شكل بوماد. من بعد صافي غادي نحيدها من الهاشوار. غادي ناخذ واحد القصريه، غادي ندير فيها داك الخليط. ها نتوما راه مخدوم مزيان. غادي نزيد هنايا النكهه ديال الحامض، كتجي فيها المذاق ديال الحامض رائع، وغنزيد معاها حتى القشور ديال الحامض، كتجي فيها ديك النسمه ديال الحامض رائعه. غير جربوها بهاد القضيه هادي. صافي دابا غادي ندوز نبدا نضيف الدقيق. عندي الدقيق اللي مغربل من قبل، وغادي نزيد معاهم ساشيه ديال الخميره حمراء بركه باش ما كتبقاش ديك العوينه كتسد ليكم. نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنجمعها. ضروري تكون العجينه ما قاصحاش وما خفيفاش في نفس الوقت. هانتوما كيف كتشوفوا تكون العجينه بين وبين. صافي غنشكلها باش نشوف واش العجينه مجموعه مزيان باش نتاكد بلي هي هذيك. هنا غادي ناخذ البياض ديال البيض اللي غادي نغطس فيه هاد الحلوه هذه. غادي نحاول نطربو مزيان هكا باش ما كيبقاش ليا مكتل. عندي هنايا الكاوكاو اللي هرمشته، ماشي مطحون غير مهرمش هكاك خضر لانه غادي يطيب في الفران. صافي الطريقه كيف ما كتشوفوا في الفيديو سهله. كتاخذوا داك الحليوه كتكوروها، كديروها في داك الخليط ديال بياض البيض، ومن بعد كديروها في داك الكاوكاو اللي مهرمش، وصافي كديروها في اللاطه ديال الفران. غنكمل انا الطريقه، نكمل حتى ندير واحد الكميه اللي هي مزيانه. فهاد الاثناء عندي الفران شعلت عليه عافيه اللي كتكون مهيله. كتخليوها طيب من التحت، من بعد كتشعلوا عليها العافيه من الفوق باش كتحمر لكم واحد شويه. غادي تاخذوا اي حاجه باش تشكلوا فيها هاد الحفيره في الوسط. انا خديت هذه ديال الجراره. المهم اي حاجه تكون عندكم هكا اللي تقدر دير لكم هاد التقيبه في الوسط. صافي كندخلها الفران طيب كيف قلت لكم، خليوها تحمر واحد شويه. ها هي من بعد ما طابت. دابا غادي ندوز باش نوجد التخليطه اللي كتكون في الوسط. غادي ناخذ هنايا كسرونه غادي ندير فيها الكونفيتور اللي كيكون خاص بالحلوى داك الخفيف. غادي نزيد عليه هنايا السكر سنيده باش كيتعلق ضروري، باش باش ما كيبقاش يسيح. ضروري كيتخصوا السكر سنيده باش يزيد يتعلق. كديروه فوق البوطه حتى كيغلى مزيان ضروري. وصافي دابا غادي نبدا نعمرها بهذا الشكل هكا. الطريقه اللي هي سهله كيف ما كتشوفوا معايا دغيا كتوجد. ما كتاخذش وقت بزاف، ما فيهاش مكونات اللي هما بزاف، وراه كتعطي كميه اللي هي وفيره، كتعطي كميه اللي هي مزيانه ما شاء الله. نكمل بنفس الطريقه حتى نساليها كلها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. شوفوا معايا كيفاش كتجي زوينه بزاف، هشيشه كتذوب في الفم، نسم بالمذاق د الحامض كيعطيها واحد المذاق اللي هو زوين ودغيا كتوجد. كنتمنى الا عجبتكم هذه الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وتخليوا لي تعليقاتكم وتشجيعاتكم ليا باش نحط وصفات اكثر. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده، وبسلام عليكم.